السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ايه رأيكم في الأكلة دي؟ هنا الأول أول خطوة هنعمل ايه؟ احنا طبعا نقعنا الفراخ في محلول. وبعدين قطعناها كده، يعني فصلنا كده شوية عشان التتبيلة تدخل جواها وتبقى طعمها جميل. هنا هنعمل التندوري طبعا انا بتبل الفراخ هنا الأول. طبعا الجلد هنا ببقى منضفاها جدا، وببقى فاتحة عاملة فتحات في كل حتة، يعني من جوه الجلد تحت الجلد وفي الظهر بالظبط. هنا التوابل معايا ملح وفلفل، وهنا كمون، وهنا توم وبابريكا مدخنة، تمام، وبهارات فراخ وكزبرة ناشفة. دي التتبيلة اللي احنا هنعملها، ومعها برضو ايه، كركم. تمام، بنقلب كده البهارات مع بعضها. وبعدين هنا معايا ربع كوباية عصير برتقال، لو في ليمون مفيش مشكلة، يعني ده او ده. وهنا ربع كوباية برضو زيت، وبخلط عشان اخلطهم بعض كويس. هنا معلقة صلصة عشان تدي لون للتتبيلة. اصلا في طبعا في ناس بيحطوا الوان غذائية برضو مفيش مشكلة. معانا برضو هنا كوباية زبادي عشان بتطري الانسجة بتاعت الفراخ. تمام، بنقلب كويس كده، بنمكس البهارات مع بعضها والزبادي. وبعدين هاجي هنا ادلك بقى بيها ايه، ادي كده هنا خلصت. بدلك هنا بيها الفراخ كلها. هنا زودت هنا برضو شوية صلصة، لقيت اللون عايز شوية. بتدلكي بيها بقى من تحت الجلد وفوق الجلد، من كل ناحية بتدلكيها كويس قوي عشان تشرب من التتبيلة. وبجيب ستريتش وبغطي بيها البايركس القالب بتاعي، ولازم ادخلها في التلاجة مش اقل من ساعتين يا جماعة. يعني انتي عندك وقت ممكن تتبليها من بالليل، تبقى افضل وافضل، يعني تاخد من التتبيلة اكتر. هنا بعمل ستريتش كده محكم عليها، وهنا بحطها في التلاجة. هما ايه، مش اقل، يعني مش اقل من ساعتين. تمام، هنا خلاص كده الفراخ كده بقت يعني خلاص كده جاهزة معانا. هبدأ اجهز للرز اللي انا هحط عليه الفراخ. معانا هنا بشرت جزراية، وقطعت هنا بصلاية تقطيع كده وسط مكعبات. ومعانا هنا قرنفل ولورا، ومعانا قرفة عيدان. وبعدين ممكن تحطي عليها برضو ايه، ليمون مجفف. بقلب هنا الخلطة مع البهارات الحصى دي، عشان ده المقدار اللي انا هحط عليه كوبايتين رز بسمتي. هنا ببقى نقعهم، مفيش يعني، انا بحبش يعني انقعه كتير بصراحة، 15 دقايق كده. وبمكس بقى الحاجة دي كده مع بعضها. طبعا بحط معلقة ملح عليها. تمام، وممكن برضو تحطي يعني دوبك ربع معلقة كركم، بتدي برضو لون للرز. هنا برضو في حاجة، اللي عنده زعفران ممكن يعني ينقعه كده حاجة بسيطة، بيدي لون أحمر بدل ما تضيفي اللون الغذائي. عندك اللون الغذائي اللي هو الجل اللي هو المصرح بيه، بتضيفيه مفيش مشكلة. بس انا هنا لقيت يا جماعة زعفران. طبعا حبايبي، يا ريت لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد ان شاء الله ونستفيد كلنا. هنا معايا اهوت اللون الزعفران اللي انا نقعته، بحطه كده على الرز، بيدي برضو لونه حلو. إيه، بيدي برضو لون. وبعدين على فكرة ممكن برضو تحطي اللون ده على الفراخ تدهني بيه، يعني عشان في فراخ بتبقى التندوري دي بتبقى واخدة سنة حمار شوية. تمام، طبعا ببقى مجهزة المعيار بتاعي. هنا كوبايتين الرز بياخدوا، انا بحط على الكوباية، يعني كوباية الرز بحط عليها كوباية ونص مية. انا بعيرها كده، يعني الكوبايتين رز عليهم 3 كوبايات مية. هنا عندي شبكة. طبعا هي في صينية يا جماعة مخصصة لكده، بس يعني انا لقيت صينية وركبت عليها الشبكة اللي عندي، وحطيت رصيت الفراخ. هبدأ ارص الفراخ عليه. تمام، طبعا هنا هنا خلاص، هي خلاص طلعتها من التلاجة.
لان بعمل خطوة الفراخ دي الاول، وبعد كده بطلعها وببدأ اجهز الرز بتاعي. بجهز هنا الفراخ طبعا. برضو لو حبيتي، لو الفراخ عندك صغيرة، انا هنا مقطعاها يعني على الربع، ممكن تخليها يعني بالطول بالنص كده لو الفراخ بتاعتك صغيرة، بتبقى برضو شكلها جميل بتتعمل برضو كده. بس انا الفراخ بتاعتي كبيرة فقلت اقطعها عشان ايه، اضمن السوا اكتر واكتر، ودرجة الحرارة تتوزع عليها. طبعا هنا انا خلاص كده دي التتبيلة، انا مش يعني بفضل التتبيلة دي بحط شوية منها على الفراخ، وفي نص التسوية بطلع الصينية من الفرن يا جماعة، وبحط برضو بديها كده برضو معلقة تشريبة معاه، وبدي بقى اللون اللي قلتلكوا عليه، اللون اللي هو الزعفران. وبعدين بغطيه الاول بورق الزبدة عشان يعني يبقى صحي، ما يبقاش منه للفويل على طول مباشر. هنا بغطي الورق الصينية كلها، بحيث ان انا داير مخليش الهواء يطلع من بين الشبكة والصينية خالص، عشان ما يسربش درجة الحرارة والتسوية بتاعتنا. وبعدين بلفها بقى تاني بالورق الفويل، بس بلفها بطريقة محكمة حتى مش هتاخد الورقة بالطول. تمام كده. طبعا الفرن انا هنا مشغلاه مسبقا من قبل ما اشتغل، عشان بدخله على فرن سخن. تمام. بغطي هنا الفويل. طبعا انتي بقى في نص يعني قبل كده التسوية ممكن تشيلي، لو انتي لقيتي اللون بتاع الفراخ هو ما اخدش لون تضطري تشيلي، لازم تشيلي الورق عشان تديله اللون من الفرن. انما هنا بصراحة يا جماعة انا بعد ما خلصت محتاجتش ان انا اديله لون، لقيته محمر. والف هنا وشفا. يا جماعة طلعنا الحاجة من الفرن، طبعا شكلها جميل ما شاء الله، وطعمها تحفة تحفة، ده يعجبكم جدا، ويلا جربوها. هنا خلاص الرز طبعا حتى شكله من فوق الجزر مع البصل، وطعمه جميل جدا وطري ما شاء الله يعني. يلا انا عايزاكم تجربوا كده، وباكله برضو ايه، برضو هي تقدري تقوليها يعني في صينيه واحده. الرز ما شاء الله عليه مفرفر خالص، يعني الحبايه جميله مستويه، مش محتاج حاجه ما دام انتي معايره المقادير بتاعتك مظبوط. والفراخ بصراحه طالعه زبده يعني ما شاء الله عليها. يعني انا حتى بوريكم هنا، يعني خلاص شلتها كده ومجرد ان انا حتى بس بضغط كده بس بالشوكة خلاص مستوية خالص يعني. جميلة جدا ما شاء الله. يلا جربوها، دي يعتبر حاجات كده سهلة برضو في صينية واحدة. ممكن تقطعي كمان الفراخ، تمسكي لو هو الفراخ كبيرة ربع كبير قطعي على 2، بيبقى جميل ما شاء الله. وهنا عملت جنبها سلطة الدقوس كنت عاملاها معاكم قبل كده، بتبقى جميلة.